يا ترى ايه السبب اللي بيخليك تدي فوق طاقتك؟ الفيديو ده اكيد ليك. هل السبب ده نابع من فكرة الحب وانك بتحب الناس قوي وعاوز طول الوقت تساعدهم حتى لو كان ده على حساب نفسك وناقصك بس كده شوية حدود تحطها وهتبقى زي الفل؟ طب ما تيجي نتناقش في الفكرة دي، ما تيجي نشوف يمكن يكون في دافع تاني هو اللي بيخليك تدي فوق طاقتك. مش يمكن مثلا انت بتبقى حاسس انك طول الوقت مش محبوب، ان هي دي الحاجة اللي لو عملتها دايما الناس هتحبك؟ تكون بتحس بقيمتك طول ما انت بتدي الناس، طول ما انت بتديلهم وبتهتم بيهم وبتساعدهم تحس ان انت قيمتك عالية. فلما بتبقى متضايق ومش كويس بتحس ان اللي قدامك محتاج لك وانت مش قادر تساعده، وبتحس ان انت وقتها مالكش قيمه، تبدا انك تساعده علشان تاخد قيمتك. ولا ممكن تكون بتحس ان انت حد مش مهم اصلا، الناس واحتياجاتها ومشاعرها كلهم دايما قبليك وهم اكيد اهم، فحتى وانت مش كويس عاوز تساعدهم عشان حاسس ان هم احسن منك. طب انت عارف انه السبب من الاسباب اللي ممكن يخليك تدي فوق طاقتك هو انك حاسس انه انت مش هتبقى كفايه لو ما عملتش كده، وبالتالي انت لو مش كفايه يبقى ما تستاهلش انك تتحب؟ ده بالظبط المعتقد اللي اكتشفت اللي هو عندي كان بيخليني ادي فوق طاقتي. اللي شاف الفيديو بتاع المره اللي فاتت هيعرف القصه كلها وهيعرف ان انا كنت بدي فوق طاقتي. بالمناسبة روحوا اتفرجوا على الفيديو قبل ما تشوفوا الفيديو ده، هيفرق معاكم كتير بجد. اكتشفت لما قعدت مع نفسي لما مش بدي الناس فوق طاقتي وخصوصا وانا مش كويسة، بحس دايما ان انا مش كويسة كفاية، بحس اني مش صديقة وفية كفاية، بحس اني مش جميلة كفاية، بحس اني معنى اني اكون جميلة كفاية اني اكون طول الوقت بدي وبس. بدي يبقى انا مش جميلة كفاية، يبقى انا ما استاهلش اتحب لاني مش جميله كفايه. ازاي اتعاملت مع الموضوع ده؟ قعدت مع نفسي ولحد دلوقتي بقعد مع نفسي وبقنعها انه هي جميله سواء ادت او ما ادتش، جميله سواء عندها حاجه تديها او ما تديهاش، هي مش محتاجه تدي الناس حاجه علشان الناس تحبها. الكلام ده ممكن يبقى صعب قوي على حد اتربى طول حياته حاسس انه قبوله وحبه مرتبط بانه يدي الناس. انا عارفه ان الموضوع مش سهل خالص، بس صدقني انت مش مسؤول خالص عن الحاجات اللي انت تعرضت لها، انت مسؤول انك تصلح الحاجات اللي انت تعرضت لها. لو بجد قيمتك دايما او قبولك او حبك كان مرتبط بانك تدي الناس فوق طاقتك، فتعالى دلوقتي واكسر ده وشوف مين هيحبك وهيقبلك زي ما انت، مين مش هيعمل ده. حتى اصلا افكر نفسي انه الناس كمان بتديني على قد طاقتها. وحاجة تاني، اني محبوبة مش علشان انا كويسه كفايه، بس انا محبوبه علشان انا محبوبه، عشان انا محبوبه من غير سبب، عشان هي دي حقيقتي. ده ربنا نفسه اللي هو المثالي حبني زي ما انا، يبقى ازاي انا بقى استنى اني اكون على صوره معينه علشان اتحب؟ لحد دلوقتي بحاول اقنع نفسي، وصلت لمرحله كبيره جدا في اني بقيت بدي على قد طاقتي بس اوقات كتير كده الرغبه دي بتنقح عليا، وكل شويه بيرن في دماغي فكره انا لو ما اديتش فوق طاقتي مش هبقى كويسه كفايه، لو انا مش كويسه كفايه يبقى انا مش هتحب. انت كمان مش مهم ابدا تعرف ايه السبب اللي بيخليك تدي فوق طاقتك، لو عرفته يبقى برافو. بس في اوقات كتيره جدا بنقعد ندور على اجوبه الاسئله مش بنعرفها فعلا، بنعرفها بقى قدام لما بنكبر. لاني انا فعلا ما كنتش عارفه ايه الحاجه اللي بتخليني ادي فوق طاقتي، بس لما كبرت في حاجه حصلت في حياتي عرفتني كويس قوي ايه السبب اللي كان بيخليني ادي فوق طاقتي. مش مهم تعرف ايه السبب، لكن مهم انك تشتغل على المشكله. تاني حاجه اني فكرت نفسي كويس قوي اني انا طبيعي ادي على قد طاقتي، لانه ده الفريم وده الليميت بتاع طاقتي. انا طبيعي ادي على قده، لو انا طاقتي وسعت اكتر هدي على قدها، ده باللوجيك. صدقني انت تستاهل تتحب وتتقبل سواء بتدي الناس او سواء انت كان عندك مشكله في العطاء. وبتمنى من كل قلبي انك تلاقي الناس اللي تحبك زي ما انت سواء اديتهم او ما اديتهمش. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتتابعوني وتقولوا لي رايكم في الفيديو. ما تنسوش تدوسوا على جرس التنبيهات علشان يجيلكم فيديوهاتي اول باول. كان معكم نادين مجدي.